اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الحبكه. انا معرفش ليه معظم الناس بتتعامل مع لفظ الحبكه بشكل اسطوري جدا وانه حاجه مبهمه. الموضوع ممكن يكون ابسط من البساطه، وخليني اشرح لك او احاول اقول لك من خلال خبرتي ومن خلال دراستي ايه هي الحبكه بشكل بسيط جدا ومش محتاج تعقيد. زي ما قلت زمان في فيديوهات كورس السيناريو ان الحبكه هي مين عايز يعمل ايه ومش عارف يحققه ليه. ده باختصار شديد. انا عندي شخصيه عايزه تحقق شيء، في حاجه بتمنعها انها تحققه، فبالتالي انا عندي هنا عائق، عندي شخصيه وعندي عائق بيمنعها. من خلال حل العائق ده او رحله الصراع للتغلب على العائق ده بيحصل النهايه او الحل، او الشخصيه دي بتقدر توصل للحاجه اللي هي عايزاها. قيس ده على اي فيلم او اي روايه انت بتتفرج عليها. الشخصيه الرئيسيه عايزه تحل مشكله. احنا في روايه الجريمه البوليسيه عندنا البطل بيحاول يحل لغز الجريمه. رحله الصراع بتاعته عشان يوصل للمجرم او للقاتل هي دي كل اللي احنا هنروح له في الحبكه عشان نحله في النهايه. طيب ايه تاني؟ الحبكه ترتيب احداث وسبب ونتيجة. وامتى اقول على دي حبكة وان ده سرد اخباري للحدث؟ لو انا قلت مثلا في حد اتقتل، البوليس جه والقاتل اتمسك، ده اسمه سرد اخباري للحدث. طيب لو انا قلت ان في حد اتقتل عشان سر قديم والبوليس شك في حد غلط لكن القاتل حقيقي كان اقرب شخص ومستحيل كنا نفكر فيه، هنا دي بقت حبكة. طب ايه بقى مكونات الحبكة؟ خلينا نعملها كده ايه بشكل بسيط. هنقول ان الحبكه بتبدا بهوك، حاجه بتجذب القارئ. عندي جريمه وقعت، سؤال مش عارفين اجابته، حاجه مستفزه للقارئ. طيب ايه اللي بعده؟ تصاعد، المشاكل بتكتر، الازمات بتزيد، البطل بيتورط اكتر، في ضغط عليه بشده عشان يلاقي حل للمشكله اللي حصلت دي ومش لاقيه، عشان بعدها نوصل لثالث حاجه وهي الذروه او الكلايمكس، اللحظه الحاسمه، المواجهه الكبرى، اعلى نقطه بتوصل لها الاحداث، اللحظه اللي كل شيء هيتكشف وهيبان، وفي النهايه بيظهر الحل. رقم 4، حل المعضله او اللغز او المشكله. فدي الحبكه باختصار. الحلقه الجايه هنتكلم عن الحبكه الفرعيه. لو عجبك المحتوى تابعني واعمل لايك وسيب لي اسئلتك او رايك في الكومنتات. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.